السلام عليكم. بغيت نهضر على واحد الفيديو اللي دار واحد الزوبعه كما كنقولوا نوض الروينه والزازه في الانترنت. الفيديو اللي كلشي غيعرفوه وكلشي يعرفوه ديال البنت المحجبه مع الكوري. صراحه هاد الواقعه اللي طرات كتستحق صراحه الواحد يدير لها واحد التحليل اللي غنقدر نسميه تحليل سوسيولوجي بواحد اللغه اللي مبسطه غير باش نحاولوا نفهموا شنو واقع، منين جات ردة الفعل ديال المغاربه ولا شنو الخلفيه ديال هاد ردة الفعل، علاش هاد الفيديو دار هاد الحاله كامله. وطبيعه الحال هذه ماشي اول مره هذه، لانه الفكره ديال المغربيه مع اجنبي بالنسبه للمجتمع المغربي دائما كانت واحد الموضوع اللي حساس، كيدير واحد النقاش كبير. لانه السؤال اللي كيتطرح هو علاش ديما كنرفضوا وما كنتسامحوش بزاف حنا كمغاربه مع قضيه الزواج بالبراني ولا بالاجانب. هذه القضيه راه كاينه حتى مع الرجال، راه ماشي بالضروره ما كاينش تقبل ولا تسامح مع انه بنت تتزوج بشي واحد من خارج المغرب. حتى الراجل ما كيتقبلوش المغربيات ملي كيشوفوه مع انسانه خارج المجتمع ديالو، خارج الثقافه ديالو. يعني باش نكونوا واضحين، لانه هذه المساله هذه كاينه عند المغربي والمغربيه، هذه ماشي عندها جانب واحد، كاينه من كاع من الجانبين بجوج. هذا السؤال رجع مؤخرا بزاف للنقاش، خاصه مع حتى واحد الفيديو اللي كانت تلاح ديال واحد البنت اللي تزوجات بخليجي واللي خرجات حتى هي كتهضر وكتحاول تدافع على راسها كتحاول تبرر. ما عندك ما دير، هذا هو المجتمع ديالنا والانترنت. هاد النقاشات دائما كانت، ولكن الانترنت خلات هاد النقاشات تولي عابره للحدود، والعالم كامل ولا كيقدر انه يشوف المغاربه فاش كيتناقشوا وشنو هما الافكار وشنو هما المواضيع الحساسه اللي طاريه عندهم. وماشي غير المجتمع ديالنا، هادشي بالنسبه للمجتمعات كاملين. فاول حاجه خصنا نفهموا على المجتمع المغربي. المجتمع المغربي هو بحاله بحال اغلب المجتمعات التقليديه، الا كانت العباره صحيحه، هي واحد المجتمعات كتبقى ديما مرتبطه بالهويه وبالدين والعادات والتقاليد. واخا تطور واخا ما عرفت فين توصل، راه واخا هاد البنايات اللي كيبان لك التي جي في التنظيم ديال كاس العالم الى اخره، المجتمع المغربي دائما كيبقى واحد المجتمع اللي الساس ديالو مبني على واحد الهويه اللي داخل فيها الدين والعادات والتقاليد. فالزواج من واحد براني ديما كيتشاف بحال الا جبنا واحد الانسان غريب ودخلناه لواحد القبيله ديالنا ولا دخلناه لواحد الجماعه ديال الناس، وهذا الانسان مختلف علينا، فكنحسوا بحال كيهدد الهويه ديالنا، بحال كيهدد داك السؤال ديال شكون حنا. فالبنت المحجبه مثلا اللي ولات اكثر ما غير هي بنت محجبه عاديه دوز مع واحد الكوري، ولكن اللي زاد فرق على القضيه بزاف هو انها بحكم داك الحجاب اللي دايره ولات بحال واحد الرمز ديال الدين وديال التقاليد. فمجرد انها بنت مع واحد الانسان من دوله اخرى، فهاد الشيء طرح واحد الجدل كبير، حتى هادشي تشاف بحال واحد التناقض ما بين الصوره اللي الناس حافظين على المراه المحجبه وما بين الاختيارات الشخصيه ديالها. كاين واحد القضيه اخرى ديال انه بزاف ديال المغاربه كيحسوا بواحد النوع من الاهانه ملي كيشوفوا مغربيه مع شي واحد اجنبي، لانه كيبداو يطرحوا داك السؤال علاش اختارت الاجنبي مال ولد البلاد، علاش حنا لا، واش حنا ما كافيينش، واش حنا ما فيناش، يعني الى اخره. بزاف ديال الاسئله الفلسفيه اللي كتبدا تطرح. وهذا الشيء راه ماشي غير في قضيه الزواج من شخص اللي جاي من واحد المجتمع اخر مورا البحر، هذا الشيء راه كيكون حتى في الزواج ما بين واحد جوج الناس اللي من واحد القبائل مختلفه. كمثال بسيط، مثلا شي حد مشى اختار واحد البنت خارج داك الحي وخارج ديك المدينه ديالو وخارج ديك الجهه ديالو، بنت جايه من واحد العادات من واحد التقاليد من واحد القبيله ولا من واحد فهمتيني، يعني مهم مختلف عليه. فدائما داك الراجل كيشوفوا فيه بنات عمو وبنات خالته وحتى البنات اللي في المحيط ديالو بواحد الحساسيه، كيقول لك علاش فضلها هي علينا، علاش مشى تزوج بهذيك وحنا كاينين، واش هي احسن منا. ديما هذا النقاش كاين هذا. وهذه القضيه ديال هذا الاحساس اللي هضرت عليه ديال انه المغربي كيحس بواحد الاهانه ملي كيشوف مغربي مع واحد براني ولا اجنبي، رجع حتى لطبيعه النظام اللي مبني عليه المجتمع ديالنا كنظام ابوي، اولا كنقولوا المجتمعات الابويه اللي كتكون فيها السلطه للذكور. فهاد المجتمعات ما متعوداش بزاف انها تشوف المراه وكتختار خارج الحدود ديال داك المجتمع ديالها، وما متعوداش تشوف حتى الراجل كيدير نفس هذا الاختيار هذا. وما نساوش ان المغرب عاش تجارب كبيره مع الاستعمار، فالاجنبي كيبقى دائما عندنا في الدماغ ديالنا انه واحد الانسان غريب، واحد الانسان ممكن يستغلنا، ممكن يغلب ثقافتنا. هاد العقليه بقات مترسخه، تخلي بزاف الناس كيشوفوا الزواج من شي واحد اللي براني بحال الا عطيتي السوار ديال دارك لواحد الشخص غريب، يعني غيقدر يدخل ويدير فيها اللي بغا ويبدل فيها اللي بغا.
فاخر حاجه نقدر نقول هو دائما الاراء غتبقى كتختلف، ما عمرنا غنتفقوا على شي حاجه، وهذه شي حاجه زوينه، غير ما تخرجش على الاطار ديالها. بحال شفت بزاف الناس كيديروا منشورات في منصات اكس ولا تويتر، من قبل كانت سميه ديالها تويتر، كيقولوا باللي خص البوليس يتدخل وهاد البنت خصها تشاد. علاش؟ لانها قالت لهذاك الكوري انه ما كيعجبونيش المغاربه. فكنظن ان هذا الشيء صراحه فكره عبيطه، باش اننا واحد الانسان، باش اننا نطالبوا دائما، حنا غنبقاو نطالبوا الدوله تدخل في شي امور تافهه بحال هذه. يعني غدا ولا بعد غدا انت اللي طالبتي بانه ديك البنت تدخل الحبس بمجرد انها قالت بلي ما كيعجبوهاش الرجال المغاربه. تقدر حتى انت تعرض حريتك للخطر وتقدر تولي داخل الحبس لانك قلتي شي حاجه ما عجبتكش. فهاد القضيه خصنا نساليو معها صراحه. ونقطه اخرى ديال دائما المجتمع ديالنا كنشوفوا الحاجه بواحد النظره جمعيه، يعني ما كنفكروش انه الانسان اللي هضر واللي قال واحد الفكره ولا عبر على واحد الحاجه راه هذيك شي حاجه فرديه ديالو. البنت ملي قالت ما كيعجبونيش المغاربه وكيجوني خايبين، هذاك التفكير ديالها شخصي، هذاك راي ديالها، ما كيعنيش على انه المغاربه خايبين. هذاك الراي اللي قالت كيعبر على تجربتها هي الخاصه، يعني هي كيفاش كتشوف الحياه وكيفاش كتشوف المغاربه. فما كاينلاش انه يخرجوا الدراري ويتقلقوا ويكعاو ويبداو يعيروا فيها ونفس القضيه اللي دارت مع البنت اللي تلاح الفيديو ديالها في الزواج ديالها مع الخليجي، كلشي كيقول شوهتينا نتوما كتضربوا في الشرف ديال البلاد وانتم كتشوهوا السمعه ديال المغرب. لا لا لا، اي انسان كيتاخذ شي قرار، فهاد القرار كيتاخذوا هو، وهذا القرار الا كان مزيان ولا ما مزيانش فالوحيد اللي كيتاثر به هو داك الشخص او الناس اللي قراب ليه. ما نبقاوش ناخذوا دائما هاد الامور بهذا المنحى، لا راه مغربيه دارت شوهتنا، لا لا، هي شوهت راسها، ما شوهتناش. كل انسان كيتصرف في حياته وكيختار وكيقرر، واي حاجه من هادشي كما قلت الا كانت كترجع ليه هو. فكيف ما قلت كاين ناس كتشوف انه الزواج من الاجنبي تهديد الهويه، وكاين الناس اللي كتشوفها حريه شخصيه. ولكن الحاجه اللي واضحه انه هذا الجدال وهذا النقاش كيعكس واحد الصراع بين الاجيال، الجيل القديم اللي باغي يحافظ على التقاليد، واحد الجيل جديد اللي كيقلب على الحريه والانفتاح.